النوع التاني الكلمات اللي بتنتهي بحرف الواي، وهنا هاخدها قاعدة، هتقلب الواي لآي وبعد كده هنضيف ES، زي مثلا كلمة lady ladies، cherry cherries، family families. طب خلي بالك بقى من حتة كده، حرف الواي لو جه قبله حرف متحرك من الحروف الخمسة اللي هما A O E I أو U، مش هتعرف تقلبها الآي. ليه؟ لأن في الحالة دي جمعت حرفين متحركين هيعملوا صوت مختلف تماما في الكلمة، وفي الحالة دي هيكون حاجة اسمها diphthong. الديفثونج ده اللي هو صوت حرفين مع بعض، صوت متحركين مع بعض، ده حاجة في الفوناتكس هناخدها بعدين. مثلا كلمة زي boy هتبقى boys، كلمة زي monkey هتبقى monkeys. هيبقى النوع التاني هلخصه دلوقتي، الكلمة المنتهية بواي وقبلها حرف ساكن هتقلب لآي ونضيف ES، ولو الكلمة منتهية بواي وقبلها حرف متحرك هنضيف S بس. حلو كده؟ تمام.